اول. طالع مرة كيوت سلطان اليوم. الله يسعد. تطلعون بالشارع. وايد حلو الكرسي. تسوي لحيتك، تسوي ستايل. أيوة. لا مو كويتي، الله يسعدك، مو كويتي. وراه مامي، لا تقربين. قلبي يا بسكوتة. لا سنجل انا. يعني بس. وايد حلو، طالع حلو صح اليوم. الله يسعدك. الله ليه انت مو مرتبطه خاصة ندى؟ الحتة اللي عاملها هون. ايه نشوفك على خير سلطانة. تعالي 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 ندى، تعالي. الله يسعدك. تعالي. تعال الله يسعدك. الاحكام. انتوا باثين بقناة المجد، مو باثين بالتيك توك على ذا اللبس. الاحكام الله يسعد. الحكم يا اخي الاول. وسخ، مو عاجب لبسنا، محتشم، مو عاجب. ايش تبي؟ تفضل. الحكم الاول تطلعين الشارع وكو 10 مرات الصبح. حكم سهل انا نفذته قبل شوي. الحكم الشارع الثالث بس نحن ما يستوي بالليل. الحكم الثاني معجون اسنان على وجهك كامل مدة جولة كاملة، ملي ما يبين. مو انت تحبيني؟ ضحي عشان اضحي عشان ماجون. ثالث حكم. ثالث حكم. مثل مشهد. انت مساكنين بعمارة صح؟ ايوه. تدقون الجرس. مرة يعني اعطينا احكام مختلفة شيء. يا سنو وايت الدوادمي، خلي اسمع الاحكام. تفضل ثالث حكم. تفضل. الحكم الثالث تطلعين الشقق وتدقين على 5 شقق الباب وتهربين. بالزوم هاتها بالشرطة تيجي تشيلنا عشان خاطر سكور 24,000. امال جولة واجيب لك 24 مليون. امال يا ندى امال. الحكم الثالث يا تذكرين لما كنت تمثلين مشاهد. يا اخي دقيقة عندي سؤال. ليه الكومنت يقولون نزل يا جماعة؟ انا اذا القست معي لو وش ما صار احترمه واعزه، لا اطلعه ولا اخليه. والشيء الثاني انا لما احكم الاحكام هذه ما احكم لان بيني وبين ندى شيء او لاني احب حس، انا احكم الاحكام هذه. قبل شوي حكمتها على ماجد وحكمتها ما شخصنها ضدها. صح. ولا انا أنزل. ندى اطلع معها قست قبل تقريبا 4 شهور 5 شهور، وحس انا اعرفه واعزه واغليه حيل، يعني حيل يعني لو تشوف الخاص بيني وبينه بس. ومشكلتهم يمكن تنحل، يمكن بكره يطلعون قست مع بعض، صح ولا لا؟ صحيح. يعني مي حلوه كل ما طلعت ندى قست. بكره راح يلصقوا ببعض. بكره سلطان بكره راح يلصقوا فوق بعض. اي يعني مو حلوه كل بث تروحون له طلعها نزلها طلعها، عرفت؟ ولكن ما نريد ينحل. أبسألك سؤال يا سلطان. ها الحين انت وصديقتك مثلا اذا دخل بينكم طرف ثالث شلون بتكون العلاقة؟ كيف يعني؟ فاهمين اكثر. يعني مثلا انت وصديقتك اصدقاء بتعزوا بعض، مش شرط حب، بس حلو. دخل بينكم طرف ثالث. انت مو صداقه، انت محب اللي بينكم. لا مو حب، احنا صد اصدقاء. وشلون مو حب؟ واضح للناس كلهم انه حب. لا اصدقاء. طيب جاوبني. دخل بينكم طرف ثالث في الموضوع بس طرف خبيث، شلون تكون من العلاقة؟ الطرف الثالث من؟ لا مش هينفع. اوكي انا اللي شفته ما شفت طرف ثالث. ترى انا متابعكم زين ترى. ما اشوف في طرف ثالث. لا يعني في من الطرف الثالث يا اخته؟ ما عليك دقيقة ماجد بالله تكفل بس قالك بقى بعدين، بس خلاص يلا قول احكامك شو في دماغك. يلا خلص قال لك الاحكام. ثالث حكم. ثالث حكم 5 أسئلة. لا ضحك. عارفك. ما يعجبني بسوي سكيب. ندى ممكن طلب ندى لا تردين على الكومنت جد. ما ارد والله اقسم بالله. ايوه ما خلاص بس. اسال يا سلطان 5 اسئله. السؤال الاول عند اخوي سلطان، تفضل. هل انت اخذت الموضوع هذا اللي هو ككبلز عشان تكسبين الشهرة ولا لا؟ لا بالعكس. وش اللي استفدتيه منه وش اللي خسرتيه منه؟ بالعكس، انت عارف ان انا اكتر واحده بتطلع صدفه مع الترندات، وانت فاهم كده كويس يا سلطان وعارف. لما طلعت مع مشاري برضو كان صدفه، ما كانش قصدي ان انا ترند. ولما قابلت حسام برضو في لايف كان برضو صدفه. ترى صحيح. ليه؟ لانه في ناس يقولون شيء. انا عجبني حسام يوم يقول بالمقطع، انا حتى مقطع حافظه، لما يقول انا بالبدايه كان ترند وضحك وعشان نضحك الشعب وكذا، بعد فتره لقيت نفسي متعلق. صحيح. لا كذب. يقول لقيت نفسي متعلق. الرجال ما شفت المقطع؟ متعلق. اي شفته متعلق الرجال. السؤال الثاني، اعلى دعم سكور جاك بالبرنامج كم؟
ممتاز. هذه يحب الأسئلة هذه ماجد. يحب ماجد يحب أي شيء فيه دعم. لا والله. تدرين ندى، تدرين أعلى دعم من جاء الماجد، تدرين بجولة بساعة، تدرين كم جاء؟ 55 مليون ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله. يزيده يا رب. اللهم امين. كنت معه، تدرين كنت معه بالجولة يا حبي وجهك وجه خير. والله كنت معه أقول اللي تحدى يطب ويركب اللي. السؤال الثالث لا خلينا نجاوب، كم جاء على رقم؟ ما ادري بس تدري تتذكر محمد هذاك السعودي اللي كان شعاره اخضر؟ هذا الدعم الرئيسي عندي كم نزل لك على شيء؟ لا كانت وقتها والله سكروته كانت عالية صراحة بس ما اتذكر. حلو. ثالث. السؤال الثالث وش أكثر طيب شيء تخاف سلطان منه؟ تكفى بالله اسالها. سلطان هي تقول كان، وش السبب اللي راح؟ لأن بصراحة خلاص ما تبغى تجاوبين خلاص اوكي عرفنا. تفضل. نفس الداعمين الثانيين؟ لا الحوار مختلف شوية. أيوة. كان أكتر حد ضد موضوع الترند وكذا هو كان الداعم محمد. طيب اوكي، حاليا المشكلة والله يا ندى اللي يصير معك تقريبا نفس اللي صار معي قبل فترة. والله عشان كذا فعلا. لا انا اقول لك وش صار معي، انت ولا شيء، ولا انا بطلت افتح بث. المهم اسمعي، اكثر شيء خايفة منه الفترة هذه، الله يسعدك. اكثر شيء خايفة منه الفترة هذه بالسوشيال ميديا. خسارة حب الناس لأن تعبت على ما. ايوه هذا اللي انا بك تقولين. والله خايفة. لازم توضحي له. وفعلا سايباها على ربنا، بقول يا رب سهل أموري بس. طيب وش يا اخي برري، سوي شيء، كلمي حسام والله العظيم اتكلمنا وفهمنا. افتحي بث وخلي اطلعي مع حسام وخليه هي اللي يفهم. مش راضيه، انا عم الا هي اللي مش راضيه. والله جد يا سلطان شوف، طيب انا علي ان انا مرحبا اطلع يا فنان يا قلبي، يا جماعه تكون ضيفوا فنان. شوف، اسلمي. علي ان انا اطلع ابرر واقول الحقيقه، بس ليه اكره اشخاص في بعضها؟ ليه؟ عشان خاطر لا انت ما انت فاهمه علي، ما انت فاهمه علي. الحين انت اطلعي بث معه، تدرين انا تابع، انا ليه اتكلم زي كذا؟ لاني انا تابعكم. شوف انا وحسام فعلا اتكلمنا في الموضوع وفهمنا البعض، لان احنا قبل ما يكون ترند وقبل ما يكون متابعين بيتابعونا واخدين مننا موقف، انا وحسام كنا اخدين موقف من بعض بسبب شخص ثالث، بسبب طرف ثالث. اسمعي ابى اقول لك شغله. هو يعني عنده طرف، يعني شلون افهم؟ في طرف بيننا احنا الاثنين وحاول. يعني متزوج هو؟ مين المتجوز؟ هو حسام. ما ادري صراحه، ما اتدخل في الامور. ايوه. طيب انا من رايي انه شوفي بقول لك شيء، انت تعرفين شلون اللي ما شاء الله كسبتي محبه ناس بشكل مو طبيعي. ادري يعني تدري. تخيلي تمام. اللي بقول لك اياها، اللي بقول لك اياها، انت لا تحاولين تخسرين الشيء اللي بنيتيه. يعني انت كسبتي شيء مو سهل، مو سهل ما شاء. انا شوف اقول لك شغله، والله العظيم مو عشان انا مبلبث ولا، وهذا ماجد يدري دائما وش اقوله. ما شاء الله ترى الشعب العراقي والشعب هذا قوه، عرفت؟ معليش اقوى جمهور اي تشوفهم باليوتيوب، تشوفهم محبين بشكل، اذا حبوك صدق يرفعونك. يعني فانت حاولي تطلعين مع حسام قسط تحيه وتتفاهمين معه. حلو، تقولي له يا كذا، شوف يا بنت الناس يكفي مقاطعكم، مقطع $1000 مدري شنو. يكفي ضحككم. والله ان احنا الخسرانين بثكم الصراحه صح. شوف يمكن اطلع تاني مع حسام باذن الله، ما ادري بس يمكن، بس عشان يعني نفهم للناس سوء التفاهم. ندى انت واضح عليك متضايقه، ترى واضح عليك. سلطان انا من امس اقسم بالله ما نمت، بقول لك والله واضح على وجهك، على طريقه كلامك واضح. طيب. ندى اسمعي دقيقه بالله، اكسروا الشر زي ما قال سلطان. ليه ما واضح عليك انك لا تضايقين. يعني هذا الشيء ياثر على نفسيتك، ياثر على صحتك، ياثر على كل شيء. تمام، ياثر على تعال يا حسام اطلع قسط معي كذا انا معي 1 2 3. ما استقبلت حسام، تبغينها بصراحه مين محرم يعني، ما هي شلون تستقبله؟ بعد انتم لا تكونون بالمره.
تستقبله الرجال يبي يخطبها، ما استقبله وش اللي استقبله؟ بعدين يا سلطان والله العظيم اقسم بالله حسام اللي نفسه كلمني يوم المطار قال لي ما تجيش، انا في ناس ضيوف جايين يستقبلوني. شلون اروح الف عليه في المطار؟ يا جماعه يا جماعه افهموا والله. هو قال لك عندي ضيوف؟ اقسم بالله قال لي لا تيجي يا ندى عندي ضيوف جايين يستقبلوني. شلون اروح الف عليه في المطار اشيله من قفاه؟ انزل كرامتي في الارض واروح لا ما يرضى. سايبه يعني تروحي كده من نفسك؟ ما عنديش اهل. هو انت سايبه؟ طيب خلاص انت بس لك وضحي للجمهور انه خلاص هو قال كذا. تعبت والله تعبت. انت يجيك مضايقات بالسناب وكذا؟ وبعدين هو لو كان ناوي جاي يخطبها كان يجي يخطبها في البيت مش في المطار، صح؟ لا يجي البيت، هو انت مرفضته. كان بيخطبها؟ من اللي كان الرجال جاي من انت ما تدري ايش السالفه؟ حس حسام عارفه. ايوه حسام عارف. رايح من العراق حاجز طيران لدبي عشان يروح يخطبها، جايب معاه عرض. جاي عشان شغل. جاي عشان شغل يا سلطان. حسام جاي عشان شغل يا سلطان. والله الراجل ما فاضي، اقسم بالله ما فاضي، جاي علشان شغل. كلمته اقسم بالله كل يوم يأجل في ميعاد والله العظيم. مشغول الراجل، عنده شغل هنا حتى اصلا والله لغايه دلوقتي وعنده شغل. سلطان يعني حتى انت كمان عالم. لا انا ما ادري، انا هذا اللي شفته، ما ادري عن شيء. لا عنده شغل يا سلطان، عنده شغل. اي خلاص اذا عنده يعني هو مو جاي. عنده كل يوم تصوير وعنده اعلانات في دبي واحنا عارفين كل الشغل اللي عنده. دقيقه ندى، هو جاي يعني غير الشغل بيخطبك؟ لا يا جماعه مالكم والله العظيم كانت فجأة والله ترند. مش ترند، هو بيهزر. حسام من النوع اللي بيحب يضحك ويهزر. يا جماعه احنا اتفقنا ان احنا كابلز كوميدي لا اكتر ولا اقل. انا وحسام متفقين على كده ان احنا يا حسام كابلز كوميدي مفيش حب. هو ليه حياته الشخصيه وانا ليه حياتي الشخصيه. الحمد لله. الحمد لله فكيتونا من يعني انت تبين طب تدري كذا وش صار؟ كذا انه خلاص بثوثكم راح تنتهي. يعني ما يمدي يعني مثلا تطلعون مع بعض، لو قلت شيء خلاص انتهى كل شيء، عرفتي؟ لا شوف اقول لك حاجه. شوف حسام من غيري هيكمل لو هو فعلا. لا ما تنتهون، لا اقصد تنتهي ما تبثون مع بعض. ما ادري صراحه، هاي ما ادري فيها صراحه. خلاص لانه احنا الاثنين يعني وضحنا لبعض سوء التفاهم وعرفنا الشخص الثالث ان هو كان السبب في التوقيع اللي بيننا واللي صار. خلاص تقريبا نص المتابعين عارفين بس مو حابين يتكلموا في الموضوع، بس النص الثاني شويه اطفال مش راضيين يفهموا. يا اخي لانهم حبوا. يا اخي افهمي يا اخي، انا اقول لك شغله، انا وش ذنب المتابعين اجي ابث لهم 3-4 شهور 4 شهور، فاهم علي ماجد؟ 4 شهور اطلع بث وانا اطلع مع ماجد مثلا، لا مو ماجد بنت، اطلع مع بنت 4 شهور وانا اقول لها كلام حلو تقول لي كلام حلو، اقول وفي انه بتزوج بعد 4 شهور تقول ترى خلاص اسكتوا. طيب وشلون يسكتون لهم 4 شهور؟ الواحد كان يعتبركم جزء من يوم، يتابعكم يسوي، فما يقدر. عرفت؟ صح. يعني انا كنت مقرره والله اسبوع ما افتح بس، اقسم بالله اسبوع ما افتح بس الآن عنك او بتجي عندك، ترى لو حسام فتح بث برضو بتجيك كومنتات ناس تحبك وبتتكلم عليه، تمام؟ بس صدقيني لو شافوا، بس اسمعيني اكتر يا لو شافوا شوفي هذول اللي يتكلمون الان يقولون نزلها ولا كذا ولا كذا، لو شافوا في يوم من الايام نفسيا والله تتعب والله. ايوه بس لو شافوا يوم من الايام انه انت بحاجتهم والله بيوقفون معك. هم حبوا كاركتركم يا جماعه كومنت، والله بقول لكم كلمه بغض النظر عن المشكله وكل شيء. حسام نفسه مو يحب نفره، ما يرضى انه واحد يغلي شخص، ما يرضى انه يكون عنده كومنتات زي كذا. تقول لكم لها يومين ما نامت بسبة الناس والتعليقات والكلام اللي يجيها يا اخي ترى انسان مشاعر، عنده مشاعر. اتخيل امس اقسم بالله امس ادخل على تقريبا جستات كلهم عراقيين والنعم فيهم وانا احب كل العراقيين اموت عليهم اقسم بالله، عاملين حملة عليا نزلوها توصل للصفر من تاني، نزلوها جرحت ابننا كسرت قلبه. جماعة ابنكم ما قاليش انا بحبك، ابنكم ما كانش بيكلمني خاص بيني وبينه. وبعدين لا تطلعين هالامور للناس، لا ما كان يكلم امك. الامور لا تطلع للناس افضل والله. ابيهم يفهموا مش راضيين. يا جماعه احنا اتفقنا نضحككم، نرسم الضحكه على وشوشكم، لا تتعبوا نفسيتي. انا من امس والله ما نمت، اقسم بالله ما نمت. كفايه حساب الانستجرام اللي بقالي 2-3 سنين بتعب عليه وفي الاخر راح، مش عارفه ارجعه. خلاص يا ندى، ده
رسالة منها ومنه ان ده ترند، الاثنين هم متفقين على ترند. خلاص يعني لو وش ما صارت البنت تقول لكم هذا ترند، هذا شيء ضحك، هذا مزح، خلاص. حسام عاد صح. شو تسوي؟ خلاص شيء بينك وبين حسام، اتفقي انت وحسام والله. ما له حل شيء واحد. حل. تطلعين هي وحسام لازم يطلعون مع بعض. ايوه حل، يطلعون قسط مع بعض، حسام يفهم المتابعين، واتوقع حسام راح يوافق، لان حسام انا عارفه طيب حيل. انتوا كرهتوهم في بعض من كثر تعليقاتكم اصلا اللي ما تتشافش، جاتكم القرف. لا تغلطين عليهم، لا تغلطين عليهم. لا كله، لا المحترمين محترمين، في عيال في اللايف ممكن يكون صغار، دول ما بيعرفوش اصلا الاصول ولا الاحترام. لا في ناس محترمه جدا كلهم على راسي، بس في ناس والله العظيم ما تستاهل. طيب الموضوع مو مستاهل. انا ايد سلطان يوم قال اجلسي انت وحسام اطلعوا بث مع بعض وتكلموا، اما انت تطلعين وحسام مو موجود وتجيك كومنتات وتبدين تطلعين كل شيء في قلبك، لا يعني مين حلوه اللي جالس يصير معك. اي يعني الان الكومنت والله ندى لو اكرهك ما ارضى انك تطلعين بالطريقه هذه، لو اكرهك. صح، ولا تظهرين كذا، لا تظهرين، بالعكس اطلعي انت وحسام سوا. انا والله العظيم بس انا مش زعلانه، والله العظيم مش زعلانه، بس يعني الكومنتات ضايقتني. زعلانه والميك اب بتاعك ساح بقيت حاله. متضايقه عشان الكومنتات ضايقتني. انا ما كنتش اتوقع من حد ان هو يعمل فيها كده يعني. ليه يعني؟ انا ما عملتش حاجه في حد. طيب لا تظهرين كذا، ترى انت اخت عزيزه وغاليه عندنا، بس لا تظهرين كذا. اتفقي مع حسام واطلعوا في بث ووضحوا كل شيء للناس افضل. ماجد لو لهم نصيب يرجعوا تاني في اللايف هيرجعوا، مالوش نصيب خلاص كل واحد بيبقى في حاله عادي يعني. انتوا في بينكم مشكله الان يعني ما راح تطلعون؟ ترى مو خلاص ما يقدرون، حتى قستات ما راح يقدر، لان خلاص هذه ايش قالت انا يعني اني بس ماخذته شو وانا كذا مو ماخذ، وجالسين نضحك بالبث. وحسام قال نفس الشيء، قال انا ماخذ ضحك واستهبال، لكن تعلقت مع الوقت. شفت مقطع ولا لا؟ امتى قال كده؟ هو ما قال تعلقت، ما ادري انه يعني مع الوقت. هو قال انه هو تعلق، بس هو بص اقول لك مع الوقت ما قال يا جماعه كذا ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ سلطان اقول لك على حاجه، دقيقه قالها ولا لا؟ بص اقول لك على حاجه، انت بتشوف انا مع الوقت لا بس انا سمعتك شوف حسام على اللايف بس صح؟ عمرك كلمته وجها لوجه او كلمته في التليفون مكالمات جد؟ لا والله اكلمه، ما هو لايف، اكلمه برا اللايف رسائل. انت يعني كلمته صوت قبل كده ومكالمات؟ اتواصل معه برا هذا، بس سناب لا، اكلمه رسائل هنا. ايوه على فكره يا جماعه كل اللي في اللايف، حسام شخصيته في اللايف غير وشخصيته في الحياه غير تانية خالص. حسام كانه مش نفس خالص. حسام اللي يدخل معايا، حسام مش كانه اللي يدخل معايا. حسام شخصية تانية خالص. حسام شخصية جادة في الحقيقة، جادة في الحقيقة وشخصية محترمة جدا، وبص فوق ما تتخيل. انتوا تشوفوا المكالمات اللي بيجي يتكلم هو في اللايف يقول انا حبيتها وتعلقت وانا لكن في الحقيقة لما بيجي يتكلم ما بيعترفش بحاجة زي كده ولا بيقول حاجة زي كده. فاحنا منين نعرف ان هو تعلق؟ منين نعرف ان هو بيحبها فعلا؟ طب هقول لك حاجه، ماما ما تسكتنيش، خليني اتكلم. بعدين طلع في لقاء تلفزيوني شفته من يومين قال ان هو متجوز ومخلف. قولوا لي انا اعمل ايه؟ انت هذا اللي يبيك تبعدين انه متزوج؟ هو قال بنفسه، هو اللي متفبرك يا ماما. مش متفبرك، هو بيقول ان هو كان بيحب واحده زمان وكان خايف ان هو يخسرها وكان اول مره يحب، فقالت له قول في اللقاء ان انت متجوز عشان ما فيش البنات ما تتلمش عليك عشان انت بقيت مشهور، فهو اضطر ان هو يقول كده. يعني بس كذا عشان بس كذا. ترى انا قبل يوم كنت نحيف وجميل. ماجد انت الحين دائما تقول ام فلان على اساس انك خاطب. عشان ابعد ما اختن اخواتي الموجودات. عشان البنات وهو بقى مشهور وكده. يقولون هو قال بالتلفزيون انه يحبك. بس هو لا في التلفزيون كان هو ترند. كان ترند. شلون كان ترند؟ هو قالها في التلفزيون كان ضحك، ما كانش حقيقه، ما كانش حتى لما بعد ما نزل. اللي انا بقوله لك قبل هذا كله اضحكي وانبسطي. اقول لك حاجه، والله اقول لك حاجه، انت فعلا ثبت لي النهارده انك نفس دماغ المتابعين.
لا مو نفس دماغ ندى احبك وين دقيقه بالله ارهاب رشود. السلام عليكم. ندى بقول لك شيء. عليكم السلام. ندى بقول لك شيء بالله ماجد، بس بينك وبينها اشياء المفروض ما تظهر للعلن، حتى لو انتم حابين تكملون على ترند ولا شيء لا تظهر للعلن. زهرت والله الحين سكتة، والله ما حد يعرف خلاص لا يا ندى اسمعي بقول لك شيء. انت الحين لازم تعدينا مشكله. شلون؟ تمام. انت الحين كم عندك متابع؟ عندك 2,200,000. اتذكرك كان عندك 700,000. لازم 2,200,000 ما تخسرينهم. ليه؟ لان حنا كناس تبث. امس خسرت 100,000. كنت مليونير. اسمعيني دقيقه خلنا حنا راس مالنا وش قوتنا المتابعين. فلازم تبررين لهم. لازم ما تخسرين جمهورك. ترى انا مرتين صارت لي مشاكل زي كذا. انتبهي. والله صراحة هاي المرة الثانية أقسم بالله، ومرت بتاعت مشاري والله. أم ندى السبب في إيه اللي عملت تكتب أم ندى؟ يا أخي لا تردون على الكومنت. راجل لا اتكلم في خطوبة ولا اتكلم في جوازة ولا اتكلم في حاجة، أنت مجنون. لا تردون على الكومنت خلاص. مو مستاهل والله. يا ماما نفس اللي معاهم في البث يا ماما، ما تقهرنيش. علم ويش؟ تعرف حسام؟ حس ايه تهاوشت هي حسام. ايوه. وترند ومشل صح. مشاكل عائليه دائما تصير يعني. انا متمشكل الان مع اخوي الصغير، الان متهاوشين بالحوش. الان متهاوشين بالحوش، بس شوي راح نفطر مع بعض. مشاكل عائليه يا اخوان. صحيح. ندى اصلا يا اخي انا منطقك واضح من اللي مو يسبون بالكومنتات. اللي يسب بالكومنت، انت تدري يا اخي لما تسب شخص انت ماسك الجوال وتتكلم عليه، تدري الشخص هذا عنده مشاعر يمكن جالس ينحرق من داخل. بدون بكي. كومنت فيكم سكر، فيكم توحد، ايش فيه؟ احبك خلاص لا تقول لي احبك لو سمحتوا. شكرا. احبك اموت فيك، جنن مرسم رجل اعمال، خلاص مليت من الكلام العسل. يا جماعه تكبيسكم الله يسعدكم، تكبيسكم شيراتكم على طقمك ذا ودي اقول شيك شاك شوك. ارحبي غزاله ارحبي. يقول لين ظلم الغرفه عندك؟ انا ايه